ماشي، يعني حاجة شبيهة. يعني هو طبعا مش احسن حاجة، بس احنا عايزين نوصل لنقطة معينة، ان انا دلوقتي عايز الحق بس اعمل الماسكينج تمام قبل ما نقفل الفيديو ده. هو اولا حد عنده اي اسئلة بقى بالنسبة للتراكنج اللي احنا عملناه بالنسبة شوف كده يا باشمهندس، لو حد عنده اسئله وانا هشوف برضو عندي في اللايف، لو يعني حد يسال حاجه فاهمني تمام. وهيقول لك. يعني انا قصدي ان أنا متابع عندي على في اللايف بتاعي، لو حد سال حاجه هقول لك. تمام. وشوف عندك كده لو حد عنده سؤال، وكمل شرح عادي يعني. تمام. تمام، انا دلوقتي لو عملت ريندر حلو، هيعمل لي ريندر مم. للفريم كله فيديو بالاوبجكتات ال 3 دي اللي انا حاططها. فانا مش عايز كده، انا عايز اعمل ريندر للاوبجكتات ال 3 دي اللي انا عاملها، وبعدين اروح اعمل ماسك لل للعميله اللي في الفيديو، علشان الفستان ده لما يظهر ما يظهرش قدامها كده، يظهر يبقى وراها، يبقى الفيديو شكله طبيعي ومنطقي. تمام كده. طب اعمل ايه؟ هروح على الكومبوزيتنج ده، وكل الحكايه ان انا هاخد دي اللايرات. بص، ده اللايرز وده الفيديو، ومتجمعين مع بعض وطالعين معمول لهم ريندر. فانا هاخد اللايرز بس واعمل لها ريندر لوحدها. تمام. دلوقتي انا لو جيت عملت ريندر، هيعمل ريندر لايه؟ للفيديو بس، للاوبجكتات بس. تمام كده. طيب انا عايز بس اسرع حاجه بالنسبه للريندر. طبعا الجوده مش هتبقى احسن حاجه خالص، مش هتبقى حلوه خالص، بس هي الفكره كلها ان انا ايه، يعني طبعا لسه هعمل ريندر واروح اعمل ماسكنج، فاحنا عايزين نعمل الكلام ده بسرعه بس. تمام. وبرضو على ما يعمل ريندر، لو حد عنده اي اسئله ولا حاجه نوضحها مع بعض بسرعه. فانا معاكم لحد ما يعمل ريندر. هو كده كده ان شاء الله الريندر هيخلص بسرعه يعني، بس لو حد عنده اي اسئله ولا حاجه اتفضلوا انا معاكم. انا دلوقتي عايز اعمل الماسك للعميله. هعمل الماسك للعميله بقى ازاي؟ عارفين برنامج دافينشي؟ حد اشتغل مع دافينشي؟ تمام. البرنامج ده اصلا مجاني، في نسخة مدفوعة، بس المجاني تقدر تعمل من عليه كل حاجة، برضو مش هيعطلك في حاجة خالص. تمام. وده احسن برنامج بالنسبة للكالرنج. فاحنا بعد ما بنخلص الفيديو على بلندر، بنحتاج جدا ان احنا آه ان احنا نفنش الفيديو بتاعنا على دافينشي. ليه؟ شوف مثلا دي الصورة اللي طالعة من بلندر. تمام. دي صورة سي جي اي عادية. تمام. بص، بعد ما هعمل لها كلر كوركشن على دافينشي هيطلع شكلها عامل ازاي. بص، هي كده طالعة من بلندر. تمام. اوكي، لحظة، فين الفيديو التاني؟ اهو، هنا اهو. حلو، دي كده صورة الريندر اللي طالعة من بلندر. اول يعني دي كده الريندر بس. تمام. بص كده، اول افكت لللايتنج وللكلرنج اللي انا حاطه على دافينشي. تمام. بعد كده افكت تاني تالت رابع خامس، فطلعت بالمنظر ده. ما تقدرش تفرق بينها وبين الصورة الواقعية بقى. يعني دي كده اتحولت لانها كانها متاخده في الواقع. انت فاهم ازاي؟ انما كده دي بلندر عادي. بعد ما بتحط عليها الافكتات بتاعت دافينشي، هو دافينشي احسن حاجه في الكالرنج. تمام.
فبيطلع لك الصوره بالمنظر ده، بقت صوره حقيقيه. تمام. فدافنشي مع بلندر بيبقى كومبو جامد جدا، يعني تطلع من عليه شغل جميل قوي. بلندر تقدر او تقدر تكمل من عليه وتعمل الكومبوزيتنج عليه، وتعمل على فكره في كلر كوركشن وفي كل حاجه. بس احنا بنتكلم في ايه الافضل. تمام، حاضر حاضر. احنا الفكره ان احنا عندنا في بلندر كلر كوركشن، وعندنا كل حاجه يعني بلندر برنامج كامل وشامل كل حاجه. تمام. بس احنا بنشوف ايه الافضل، ايه اللي هيطلع معايا النتيجه الاحسن. فاللي هيطلع معايا النتيجه الاحسن دافنشي. على فكره يعني انا مثلا عندي ادوبي مدفوع، فانا ممكن اروح اعمل الفينشنج بتاعي مثلا على بريمير او كده. تمام، واعرف اشتغل عليهم. بس انا بختار دافنشي ليه؟ هو احسن برنامج بشهاده اعلى الناس اللي بتشتغل بتعمل شغل، يعني بتعمل مونتاج الافلام والافلام الاجنبي العالميه لشركات زي مارفل وغيره، بيشتغلوا من على دافنشي. هما دافنشي رقم واحد في الكالرنج. تمام. فانا ليه يعني افضل في بلندر؟ طب ما هو بلندر هو كسوفت وير هو عطيك كل حاجه في قلب البرنامج. بس هو عطيك كل حاجه في قلب البرنامج ومركز على الشغل بتاعه. هو في الاول وفي الاخر برنامج 3 دي. تمام. فهو البرنامج الوحيد اللي 3 دي في العالم فيه كل حاجه اصلا وفري. يعني احنا عندنا مثلا في 3 دي برامج زي ايه؟ لو جيت تبص هتلاقي عندك برنامج زي مايا متخصص في الانيميشن وفي السكالبنج، ما يعملش في اف اكس. تمام. هتلاقي عندك سينما 4 دي. سينما 4 دي يعمل لك في اف اكس، ما يعملش سكالبنج بقى، ولا يعمل بص، ولا يعمل سي جي اي، ولا يعمل اي حاجه. هو ده متخصص زيه زي افتر افكت كده. هتدخل تعمل كاميرا تراكنج وتعمل لك مشهد لذيذ بسيط عليه. وده سينما 4 دي. سينما 4 دي مدفوع، مايا مدفوع. تمام. ومع ذلك هم متخصصين في حاجات ما بيخرجوش عنها. تمام. عندك برنامج زي 3 دي ماكس ومدفوع. 3 دي ماكس متخصص في ايه؟ في الموديلنج والتكسترنج. تمام. فبيطلع موديلنج كويس جدا ومتخصص فيه، والماتيريال. تمام. لكن ما تقدرش تعمل من عليه، لا هتعمل من عليه انيميشن، بس في برامج تانية احسن منه في الانيميشن. وما تقدرش تعمل من عليه في اف اكس. ما ينفعش انك انت تحط فيديو بقى وكاميرا تراكنج والكلام ما فيش عنده اصلا الكلام ده. تمام. هتيجي تعالى في ايه تاني؟ عندنا برنامج زي آه احنا اتكلمنا عن مايا، اتكلمنا عن 3 دي ماكس، اتكلمنا عن سينما 4 دي. في عندنا الاوتوكاد برضو هتلاقيه متخصص في حاجات. تمام. انا على فكره يعني ما تابعتش الاوتوكاد قوي. انا اشتغلت على برنامج اللي هو اللي بيشتغلوا بيه في الالعاب. هوديني متخصص في ال انريل انجن برضو. ده متخصص العاب. تمام. ده انريل انجن ما فيش عليه في اف اكس. تمام. بس يطلع لك انيميشن حلو. وانريل انجن على فكره ما تعملش من عليه سكالبنج، ما تعملش من عليه موديلنج، بس تعمل من عليه انيميشن. هو حلو قوي وسهل قوي في الانيميشن. تمام. هوديني حلو قوي في شغل السيميليشن، اللي هي بقى هتعمل بحر، هتعمل نار، هتعمل عارف انت اللي هو الحاجات اللي فيها سيميليشن. هو حلو قوي في الحاجات دي. تمام.
لكن هو برنامج صعب جدا، صعب جدا جدا يعني انك انت تشتغل من عليه، وهيطول، هتاخد وقت طويل علشان تعمل فيديو من عليه. تمام. وكذلك كمان هو مش حلو في حاجات تانية. فانت عندك بلندر الوحيد اللي فري وشامل في كل حاجة. تعرف تعمل من عليه سي جي اي، تعرف تعمل من عليه موديلنج، تعرف تعمل من عليه كولرنج، تعرف تعمل من عليه كومبوزيتنج، تعرف تعمل من عليه في اف اكس. تمام. لا هم كده كده كلهم يحتاجوا جهاز عالي. جهاز عالي امكانيات دي اغلبهم ان ما كانش كلهم محتاجين جهاز عالي في الامكانيات. ما هو تعالى على بلندر كده، مجرد ما هتحط عليه بس سيميليشن وما اعرفش ايه وشويه تفاصيل بسيطه، هتلاقي الجهاز برضو ما عادش قادر يعمل حاجه. ما هي نفس الفكره. هو هوديني ليه اللي بيجي يستخدم هوديني بيعتقد ان هو محتاج جهاز خرافي؟ لان هو مش هيحتاج هوديني. يعني اللي بيفتح هوديني علشان يعمل سيميليشن، مش هيعمل انيميشن بسيط على هوديني. فهي نفس الفكره. ما هو انت لو جيت تعمل سيميليشن على بلندر هتحتاج جهاز فشيخ برضه. تمام. فهو كبرنامج، هو برنامج شامل وبرنامج يعني جيد جدا جدا جدا. تمام. بس احنا بنتكلم ايه الاحسن. يعني انا واحد من الناس مثلا محتاج اعمل انيميشن لشخصيه، انيميشن كاركتر. انا مثلا هيطلب مني فيديو، الفيديو ده فيه كاركتر وفيه انيميشن للكاركتر ده. انا هعمل ايه؟ انا حد بعرف اشتغل على بلندر مثلا وعلى انريل انجن، والاتنين عندي فري، الاتنين انت تقدر تحملهم فري. تمام. فانا هعمل الكاركتر بتاعي والريج وكل حاجه على بلندر، وهاخد الحاجه دي احطها على انريل انجن، اعمل الانيميشن هناك. ليه؟ لان انريل انجن اسهل في بلندر. انا ممكن اعمل الانيميشن في بلندر، والانيميشن حلو في بلندر، مفيش فيه مشاكل، بس هو اسهل لي وهينجز وقت بالنسبه لي على انريل انجن. فانا هخلص شغلي على بلندر وهاخد الحاجه اكملها في انريل انجن، مفيش مشكله. تمام. هخلص شغلي على انريل انجن وهاخد المشهد بتاعي اعمل له كولرنج في دافنشي. تمام. مطلوب مني مثلا في اخر الفيديو ان انا احط ايقونات، زي هو مثلا اعلان، فانا هحط ايقونات وهحط كلام يتكتب على الفيديو بانيميشن. هل انا محتاج اعمل الكلام ده كله على بلندر؟ انا اعرف اعمله على بلندر، وبلندر يعني ما فيش مشكله هتعمل عليه الكلام ده. بس انا مش محتاج ان انا اضيع وقت واعمل الكلام ده في بلندر. طب انا هخلص الفيديو بتاعي وهاخد الفيديو ارفعه على افتر افكت، اعمل الانيميشن هناك بتاع الايقونات وبتاع الكلام. فهي الفكره انك انت تكون حد تقدر تبقى فليكسيبل وتشتغل على اكتر من برنامج، بحيث انك انت تخلص الشغل بتاعك في اسرع وقت ممكن وباحسن شكل ممكن. هي دي الفكرة بس. تمام. طيب علشان بس وقت الفيديو، احنا عايزين دلوقتي هناخد الفوتج رامي، بتاعتنا. باشمهندس، ايه يا باشا؟ انا هستأذنك كده نص ساعة بس، انا هجيب حاجة ضروري، فكمل انت عادي نص ساعة دي، وانا ان شاء الله هرجع ده انا وابدأ اللايف. ده انا خلاص قدامي 3 دقايق واخلص خلاص. ماشي. ماشي. لا ماشي، فبراحتك يعني، انا قصدي عشان حاجة ضرورية كده جت، فنص ساعة ان شاء الله وهرجع تاني. اول ما يعني كمل ترجع. اللايف. اول ما ارجع هبعت اول لك يعني اول ما ترجع كده عرفني. انا ماشي. سايب اللايف شغال يعني. تمام تمام تمام. تمام. قشطة قشطة. ماشي. ماشي يا باشمهندس، اتفضل يا باشا. ماشي يا باشا. اروح على ميديا. حلو. هدخل هنا، هدخل على ماين، هدخل على دي، وهمسك دي كده وانزلها هنا. اروح على ايديت. طيب ده كده ماشي. ومعلش ده الجزء اللي احنا بس عملنا له ريندر. تمام. فاحنا عايزين هنا بقى دي تبان كأنها ورا العميلة كده. طيب هنعمل ايه؟ هناخد الفوتج بتاعتنا، هنروح على كولر. حلو. وبعدين هنروح على الماسك دي، الماجيك ماسك دي، بس نختار بيتر هنا. ممكن نخلي دي مثلا 40. اوكي. تمام. وهنروح
هو دي بس عايزين نخلي دي فيرتيكال. تمام، سيف. حلو كده. هنختار العميلة بالشكل ده كده. هنديله وقت بس علشان يحمل. اوكي يا شباب، انا لما دخلت على الكرنج كنت ماسك اصلا الفوتج بتاعت الريندر بالغلط. فالمفروض نبقى ماسكين الفوتج بتاعت العميلة هنا، بتاع الفيديو الاصلي. تمام. طيب هنبص كده، هنلاقيه اخد حتة هنا. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ هنختار اللي بالسالب دي، ونضغط بس هنا كده وهنا علشان نشيل الحاجات دي. تمام. خلاص كده. هنعمل ايه؟ هنعمل تراك. تمام، دلوقتي احنا خلصنا تراكنج اهو. تمام. وهعمل ايه بقى علشان اطلع الماسك اللي انا عملته ده؟ هنا لما اضغط كليك يمين واعمل اد الفا اوتبوت، هيطلع لك هنا علامة زيادة كده بالازرق. لو انا سحبت دي كده، حطيتها هنا كده. حلو. دلوقتي انا لو رحت على edit، هتلاقيه هو اخد العميلة بس هنا. هو اخد العميلة بس هنا كده. تمام. طيب انا عايز الفيديو ده زي ما هو كده ارفعه فوق هنا. حلو كده. والفيديو الاصلي بتاعي هنزله تحت هنا. تمام. دلوقتي بص، هو معلش بس احنا ما كملناش طبعا ريندر، فباقي الفيديو مش هيبقى. يعني انا كنت عايز اكمل لكم مثلا لنهاية الفيديو لما الفستان هيقرب وهيبقى ورا العميلة برضو. بس هي مش هتظهر الا الحتة الاولانية دي بس. تمام. انا عملت ايه؟ عملت الماسك على الفوتج بتاعتي، طلعت العميلة بس. تمام. يعني لو ده مش موجود، العميلة بس اللي موجودة. تمام كده. بعدين حطيت الفوتج الاصلية بتاعتي كاملة، وبعدين حطيت فيديو العميلة بس فوق الفوتج بتاعت ال 3 دي. فلما هشغل دلوقتي هتلاقي كده عندي ايه؟ عندي باك جراوند اللي هي دي باك جراوند. تمام. عندي السي جي اي، ملفات الريندر السي جي اي، وعندي الفوتج اللي هي الفور جراوند بقى، الحاجه اللي بتظهر قدام. تمام. يبقى احنا علشان نعمل ماسك عندنا طريقتين للماسك. طريقه بتاعت المباني، حلوه كده، ان انا بعمل لها شادو في البرنامج عندي في بلندر. وطريقه اللي هي للحاجات المتحركه، يعني العميله. انا مستحيل طبعا اقدر اعمل لها ماسكنج في بلندر عن طريق ان انا احط بلين مثلا هنا، او ان انا اعمل لها زي موديلنج يعني ولا حاجه. مش هينفع لان هي بتتحرك. تمام. فانا اكيد مش هعمل بقى يعني انيميشن وكل حاجه علشان خاطر اعمل لها ماسكنج. فاهم؟ فانا بخلص وبعمل مثلا ماسكنج هنا على برنامج زي دافنشي اهو، وبتطلع معانا بالشكل ده كده. تمام يا شباب. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو، متنسانيش في اللايك والسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. ولو حابب تشترك في اللايفات اللي جاية تقدر تعمل كومنت وتعرفني. هبعتلك اللايف اللي جاي هيكون امتى، ميعاد اللايف اللي جاي ان شاء الله. وبرضو حابب ان انا انوه او اعرفكم يعني ان يعني في اللايف ده كان شرح سريع كده، علشان طبعا احنا يعني في اللايف مش هنقدر نشرح البروجكت من الالف للياء، هيطول جدا. اكيد ده بروجكت مش بيتعمل في ساعة او ساعتين. فاحنا كنا يعني بنجري شوية في الشرح، مش بنشرح كل حاجة بالتفصيل.
دي كانت طريقة من الماسكينج. في اكيد طبعا احسن من كده، في طريقة او بنفس الطريقة بس نقدر نكمل عليها، ان احنا نعمل ريفاين للماسك بتاعنا، ونحسن جودة الماسك بتاعنا، ونحسن الايدجز دي اللي هي الاطراف اللي احنا عاملين لها ماسكينج، بحيث ان يبقى فيه سنة بلور علشان تبقى اكثر واقعية، ما يبقاش الوضع باين عليه او الفيديو باين عليه ان هو مقصوص ومتركب على بعضه. في عندنا مثلا طريقة تانية اللي انا اصلا كنت شغال بيها، ان انا عملت الماسك لوحده هنا كده، عملته على دافينشي وعملته ابيض واسود بس. تمام، دي ليها طريقة برضو لو حابين ابقى اشرحها في فيديو لوحده. وبعد كده رفعت الفوتج اللي انا عاملها على بلندر، وعملت انفرت كولر، يعني خليت الاسود ابيض والابيض اسود بالانفرت كولر ده. وبعد كده وديته على نورمال علشان يعني يفعل لي الماسك ويخلي الشادو يشتغل عليه، وكل حاجه تبقى شغاله عليه كانه اوبجكت برضو معايا في بلندر، اوبجكت طبيعي يعني. وبعد كده انا كنت عامل الفوتج دي كنت عاملها 4K، فاحتجت ان انا اقلل الفاليو بتاعها علشان تبقى راكبه على الفيديو بتاعي. ولو ما كنتش عملت كده، يعني دي ان انا بس قللت الفاليو بتاعها للنص، لو ما كنتش عملت كده كان هيطلع العميلة بحجم مختلف عن باقي الفيديو. تمام، بعد كده وصلتهم بالفا اوفر، وبعد كده حطيت الموفي الاولاني عملت له بس جاما وكلر كوركشن علشان تبقى الوانه لايقه على الوان الاوبجكتات عندي في بلندر. تمام، تقدر تعمل كلر كوركشن وكل حاجه زي ما انا شرحت برضو او قلت في اللايف امبارح من على بلندر عادي خالص. تمام، فعملت الكلام ده هنا على بلندر. وبعد كده اخدت الفوتج بقى اللي هي الاوبجكتات اللي انا عاملها، زودت لها بلور. البلور ده يعني هي سنة بلور بسيطة خالص. ليه؟ لان الاوبجكتات في الطبيعي بتبقى شارب قوي، فطبعا مفيش حاجة متصورة بكاميرا موبايل هتبقى شارب قوي. مش هي يعني، عارف انت لما بتصور بكاميرا موبايل كده بيبقى في سنة بلور في الحاجات اللي قدامك، ما بتبقاش يعني ما بتبقاش حادة قوي. تمام، بيبقى لا في سنة بلور كده صغيرة، فالبلور ده بيديك واقعية اكتر بالنسبة للفيديوهات يعني اللي انت بتعملها على بلندر، بتبقى حاسس ان هي متصورة في الطبيعة، مش اوبجكت 3D معمول على بلندر. تمام، بعد كده زودت الدينويز، عملت دينويز هنا زودته في الكومبوزيتنج، وربطت كل ده بالالفا اوفر هنا، وخرجت كل ده على الكومبوزيت وعلى الفيور. ودلوقتي لو عملنا F12 كده وعملنا رندر لفريم، هنشوف مع بعض شكله هيبقى عامل ازاي. وعلى ما الرندر يخلص اعمل لي سبسكرايب واعمل لي لايك للفيديو، وتقدر برضو تعمل لي فولو على الفيسبوك، بينزل عليه ريلز، بينزل عليه تريكات كتير، بينزل عليه فيديوهات من لايفات تانية، ما بقاش ان انا يعني فاضي ان انا انزلها على اليوتيوب، فبنزلها عندي على الفيسبوك. فالفيسبوك بينزل عليه حاجات مختلفة برضو، واللي حابب يستفاد اعمل لي فولو على الفيسبوك، هتلاقي فيه فيديوهات مختلفة كتير بتنزل على الفيسبوك عندي. دي النتيجة اللي هتطلع من بلندر على طول. تمام، معمول لها الكولر كوركشن بتاعها، معمول لها سنة بلور علشان يبقى فيه سنة واقعية اكتر كده في الصورة النهائية يعني، والشادو مظبوط وكل حاجة مظبوطة عندنا هنا. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. باقي اللايف بتاع امبارح هقسمه، لان اللايف كان 4 ساعات امبارح، فهقسمه على اجزاء مختلفة وانزله على اليوتيوب ان شاء الله. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.